أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. بلا شك إن الفترة اللي فاتت ديت شهدت حالة من السخونة والإثارة بشكل كبير، خصوصا في تصريحات المدير الفني اللي طول عمره منذ بداية ظهوره على الساحة الكروية أيام ما كان لاعب، وهو أيضا مثير للجدل في مشواره، بأهدافه، بتصريحاته، بصراعاته، بكل مشتملاته. الكابتن حسام حسن قبل لقاء موريتانيا تابعنا التصريحات، وبعد ما شفنا الأداء والحمد لله فزنا بهدفين دون رد على موريتانيا، وأصبح منتخبنا الوطني على بعد نقطة وحيدة من خلال 3 لقاءات من أجل ضمان الوصول إلى بطولة الأمم الإفريقية. نتائج إيجابية، لكن الجماهير والسوشيال ميديا، خصوصا السوشيال ميديا، حط دايما الكابتن حسام على ميزان. هل هو جاني ولا مجني عليه؟ هل هو بيتكلم مظبوط؟ هل هو الكفة الأرجح ولا الكفة الأخف؟ كل ده ما بين 2 ناس مؤيدة وناس بتعارض وناس بتنتقد بشكل كبير. الحكاية بدأت من التصريحات قبل مباراة موريتانيا، ويمكن بعد المباراة هنروح لمنطقة تانية. قبل المباراة تصريحات قوية جدا جدا راحت لمسؤولين كانوا موجودين على رأس اتحاد كرة القدم المصري، وطبعا حضراتكم عارفين ان الكلام رايح في اتجاه السيد هاني أبو ريدة اللي كان موجود في فترة 2019. وشفنا تصريحات الكابتن حسام ان انتوا لو عايزين دوري قوي، عايزين كورة حلوة، عايزين منتخب قوي، اوعوا تجيبوا الناس اللي كانت موجودة. تصريح اتحط في الميزان. ناس قالت مش وقته ومش مكانه ومش توقيته، وليه تعمل عداوات، خصوصا ربما في الفترة القادمة، خصوصا واحنا مقبلين على فترة انتخابات جديدة لاتحاد كرة القدم المصري، ومن أبرز الأسماء اللي موجودة على الساحة ويدعمها ناس كثيرين هو المهندس هاني أبو ريدة. يبقى الوضع هيكون إيه إذا بالفعل أتى المهندس هاني أبو ريدة؟ هتبقى فيه مشكلة كبيرة. هو صحيح من زمان وفي رواسب قديمة، لأن اسم الكابتن حسام أكم من مرات اتطرح أثناء تولي المهندس هاني أبو ريدة، وكان دايما رغم الضغط الجماهيري بيتم التراجع عن اختيار الكابتن حسام، وبيتم دايما ترشيح مدير فني أجنبي هو اللي يقود منتخبنا الوطني المصري. تصريح في الميزان. طب ده بس؟ لا، حتى اختيارات اللاعبين شفنا أحمد عيد، اسم جديد في اختيارات منتخبنا. صحيح هو لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب النادي المصري، لكن ما بيشاركش بشكل أساسي، في حين تم التجاهل تماما للعمرين، عمر كمال وعمر جابر. برضو الناس شافت ان الاختيارات ديت محتاجة انها تتحط في ميزان، ويمكن اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم وقلنا هل دي اختيارات فنية ولا اختيارات ليها افكار وليها اهداف تانية. نفس الكلام على امام عاشور اللي ممكن يلعب في اكتر من مكان. صحيح امام في اخر ظهور ليه ما كانش تمام التمام، صح، لكن وجوده في المعسكر كان ممكن يبقى اضافة، خصوصا ان احنا لما شفنا مباراة موريتانيا
والأداء اللي قدمه موريتانيا، الدفاع المتأخر بعدد كبير من اللاعبين، وضح تماما لكل الجماهير احتياجنا للاعب في وسط الملعب عنده قدرات في الاختراق وفي التحرك ما بين الخطوط وفي التسديد من مسافات. لأن في خلال الشوط الأول لو حضراتكم تتذكروا، الخطورة الوحيدة اللي أحدثها منتخبنا الوطني كانت من خلال تسديدة من كرة ثابتة لمحمد صلاح، وتسديدة تانية من أحمد سيد زيزو تألق فيهم حارس مرمى منتخب موريتانيا ونجح في الاختبارين. ورغم السيطرة والاستحواذ اللي وصل لمنتخبنا 77% في أحداث الشوط الأول، ما قدرناش نسجل أي أهداف أو نحدث خطورة حقيقية أو ندخل بالكرة إلى داخل المنطقة طوال أحداث الشوط الأول، إلا من خلال تسديدة صلاح من كرة ثابتة وتسديدة أحمد السيد زيزو من خارج المنطقة. فده يطرح سؤال: ليه إمام ما يبقاش موجود؟ برضو نقطة مهمة تتحط في الميزان. اللي فجر الموقف كمان وكمان بعد ما انتهت المباراة والمنتخب بيستعد علشان يلعب اللقاء الثاني الجولة الرابعة أمام موريتانيا في نواكشوط، اعتذار محمد صلاح عن السفر مع المنتخب. الدنيا قامت لقيمة محمد صلاح وأهمية تواجده مع المنتخب. وفي ناس شافت ان ده مش مبرر ابدا ان نجمنا الكبير يغيب عن منتخبنا وبموافقة حسام حسن. والناس عملت فلاش باك واسترجعت الذكريات طبعا ايام ما كان الكابتن حسام حسن محلل في احد القنوات، وذكر بعد اصابة محمد صلاح في الكان الافريقية وقال: لو انا مدير فني ما كنتش هسمح ابدا ان محمد صلاح يستكمل علاجه في انجلترا مع فريقه ليفربول. طبعا كلنا عارفين ان احيانا كلامك وانت خارج المسؤولية شيء، وانت في قلب الحدث شيء تاني مختلف تماما. تصريحات كتير للكابتن حسام اللي طبعا هو نجم كبير وعنده مسؤولية كبيرة، وشغف المصريين بلعبة كرة القدم وبالمنتخب الوطني صحيح في عزوف جماهيري كبير تابعناه من خلال اللقاء اللي فات، لكن يبقى المنتخب هو اللي كل الناس بتتكلم عليه. تصريحات الكابتن حسام دايما في الميزان، في ناس بتشوفه جاني وفي ناس بتشوفه مجني عليه، لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا ونأكد عليه ان احنا عايزين المصلحة للمنتخب والمصلحة لكرة القدم المصرية. صحيح التصفيات الإفريقية قطعنا شوط كبير وفاضل على الحلو نقطة. مباراة موريتانيا مباراة صعبة جدا جدا جدا، وكمان مصطفى محمد مش هيبقى موجود وعبد المنعم مصاب، وهنشوف إذا كان هيبقى موجود ولا مش موجود. لازم يبقى عندنا تركيز. الكابتن حسام يصفي ذهنه من اللي بيقول ومن اللي بيعيد، ويخليه يركز في المفيد هو اختياراته وبناء منتخب قوي قادر على الوصول إلى بطولة الأمم الإفريقية وإعادة اللقب اللي غايب من 2010. خطوة مهمة وخطوة مش سهلة في ظل ارتفاع المستويات الكبيرة للمنتخبات الكبيرة اللي حضراتكم عارفينها، اللي بالمناسبة لسه لم نواجه أي منتخب من العيار التقيل، وخصوصا إن احنا مع بداية شهر مارس هنبدأ نلعب ال6 لقاءات المتبقية في تصفيات كاس العالم، وده الحلم الأكبر لكل المصريين. كابتن حسام
النجم الكبير عايزينك دايما تبقى كبير. انسى كل التفاصيل وخليك مركز في الكورة اللي انت ياما امتعتنا بيها، ودايما كنت طول عمرك هداف كبير لمنتخب مصر. بكل الحب وبكل الود بنهمس في أذن الكابتن حسام وبنقول له يا كابتن حسام، سيبك من التصريحات وسيبك من الانتقادات وركز فقط داخل البساط. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. في كل مرة بيظهر فيها المنتخب بيبدأ جدل وأمور سلبية بشكل كبير، خصوصا ما بين الجماهير. جماهير النادي الأهلي بتساند وبتؤازر لعيبة النادي الأهلي، وجماهير نادي الزمالك تؤازر وتساند لعيبة نادي الزمالك. ورغم ان احنا اتنبح صوتنا من زمان ومن ايام طويلة جدا جدا وبنقول للعالم كله يا اخوانا يا اصدقائنا، المنتخب بتاعنا كلنا ومش بتاع الأندية، ولما المنتخب بيلعب المفروض ان الالوان ديت تتراجع بشكل كبير، لان الاسم الاهم والاكبر هو اسم منتخبنا منتخب مصر، وكل المنافسات المحلية والقارية ديت هدفها ان احنا يبقى عندنا منتخب قوي يمثل 110 مليون. وحضراتكم عارفين ان اسم منتخب مصر كبير. النهاردة انا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن احمد السيد زيزو، نجم نادي الزمالك، اللعيب الكبير اللي اديله تقريبا 4 مواسم بيقدم اداء عالي المستوى. هو الجولدن بوي لنادي الزمالك، هو اللاعب اللي دايما بيعول عليه جماهير الفارس الابيض ان هو يحدث الفارق. ومن هنا قامت الخناقة. لا ده زيزو مع نادي الزمالك هو نجم النجوم، لكن زيزو مع المنتخب مش هقدر اقول ان هو ليه لزوم. كلام مش مظبوط. ليه؟ لان الكلام ده سمعناه كتير بشكل مختلف ايضا عن نجوم تانية. ناس قالت محمد صلاح مع ليفربول مش هو محمد صلاح مع منتخبنا. وفي الماتش الأخير الناس اتكلمت إن عمر مرموش اللي مكسر الدنيا وهداف البوندسليجا جه ماتش موريتانيا ما عملش حاجة وكان أقل من العادي ويستحق التبديل والتعديل. لكن في الحقيقة اللاعب مظلوم، وأنا هنا هركز على زيزو اللي فاضله فقط 6 أهداف أو 6 تمريرات حاسمة ويبقى أكتر لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية يصنع تمريرات حاسمة في البطولات الإفريقية مع نادي الزمالك. أرقام قوية جدا جدا. لكن هل زيزو وتوظيفه والأدوار اللي مكلف بيها في نادي الزمالك هي نفس الأدوار ونفس المكان اللي بيتواجد فيه مع المنتخب الوطني؟ طبعا لا. حضراتكم عارفين زيزو دايما بيتم توظيفه في الجانب الأيمن اللي بيلعب فيه نجم النجوم وقائد منتخبنا الكبير صاروخ الشرق محمد صلاح. فعشان كده أي مدير فني بيحاول يحط مكان وتوظيف جديد لزيزو، فالإنتاج ما بيبقاش هو الإنتاج. هل العيب في زيزو ولا العيب في الطريقة والعيب في باقي الزملاء وفي طريقة اللعب والأداء؟ هو ده. ما تقدرش أبدا تشيل لعيب وتقول لا ده بيأدي أداء مع المنتخب غير ما بيأدي أداء مع فرقته، خصوصا إن زيزو لعيب كبير
وعنده لمسات وعنده قدرات وعنده إمكانيات، لكن توظيفه أحيانا في الجبهة اليمنى بأدوار مركبة، أحيانا بيبقى في الجانب اليمين وأحيانا بيدخل يلعب اللاعب رقم 10 تحت رأس الحربة سواء عمر مرموش أو مصطفى محمد، بيقلل من قدرات أحمد السيد زيزو. لكن زيزو لعيب كبير، وكل لاعبتنا في مصر ليها دور وليها تأثير، وعلينا إحنا كجماهير إن إحنا ما نفرقش بين ولادنا، خصوصا مع منتخبنا. لما اللاعب يروح فرقته كل واحد يقول زي ما هو عايز يقول، لكن لما يلبس قميص منتخبنا الوطني يبقى لازم نقدم له كل الدعم وكل المساندة. وطول عمري بقول لحضراتكم الكورة ايه؟ الكورة ارقام، وزيزو حتى الآن مع نادي الزمالك في آخر 4 مواسم 5 مواسم هو ملك الأرقام. وادي العطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. الكل بيترقب البطولة المهمة جدا جدا جدا، بطولة فعلا بتضم 4 فرق من أقوى الفرق المصرية، عندهم حظوظ متساوية. يمكن اللي ولع وشعل الدنيا مباراة السوبر الإفريقي اللي جمعت ما بين الزمالك والأهلي، وشفنا فوز نادي الزمالك بركلات الترجيح، المباراة اللي اتلعبت في السعودية. هنا وبعد كام يوم الكل عينيه هتروح على دولة الإمارات العربية الشقيقة وبطولة أبطال مصر، بطولة السوبر المصري بالنظام الجديد. الأهلي هيواجه سيراميكا والزمالك هيواجه بيراميدز، لقاءات نارية من العيار التقيل، خصوصا ان احنا في بداية موسم وكل فرقة عملت صفقات واستعدت استعداد بشكل كبير. يمكن وانا بكلم حضراتكم دلوقتي سيراميكا وبيراميدز الاتنين موجودين في الامارات بيستعدوا من بدري جدا جدا للقاءات السيمي فاينال في بطولة السوبر المصري. سيراميكا منتظر الاهلي وبيراميدز ينتظر الفارس الابيض بعد انتهاء الفيفا ديت. وهنا هتكلم على الجمهور الأكبر، الجمهور الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. جمهور النادي الأهلي بشكل كبير منتظر هذه البطولة لتصحيح الأوضاع، والكل بيتساءل على كولر بعد ما خسر بطولة السوبر الإفريقي. الكل عينه على التبديلات والتعديلات والانتفاضة اللي حصلت في الهيكل الإداري للنادي الأهلي، وقدوم الكابتن محمد رمضان ورحيل الأسماء وترشيح أسماء، وحالة من الصحيان وحالة من الضبط والربط. وجمهور النادي الأهلي الياقوت الأحمر بيترقب، وكل علامات التعجب والانتظار في اتجاه كولر. وبعض الناس وكثير من الناس بتقول ان بطولة السوبر المصري هو اختبار لكولر، مارسيل كولر، رغم النجاحات والبطولات والصفقات اللي عملها النادي الأهلي، لكن الكل كجمهور النادي الأهلي بيقول لا بديل عن بطولة السوبر رغم صعوبة بطولة السوبر. ويمكن جمهور النادي الأهلي بيقول إن احنا هنتجاوز سيراميكا كليوباترا وننتظر نادي الزمالك في لقاء المباراة النهائية، والنادي الأهلي ما بيتغلبش مرتين متتاليتين.
علشان كده كولر، هل هيبقى الأسهم ورحيل كولر أو بقاء كولر مرتبط ومرهون بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري؟ من خلال معرفتي بمجلس إدارة النادي الأهلي ومن خلال معرفتي بتاريخ النادي الأهلي في تعامله مع الأجهزة الفنية، أقدر أقول لحضراتكم بالفم المليان إن الكلام دوت مجرد فقط كلام. مهما كانت النتائج في بطولة السوبر المصري، مارسيل كولر مكمل مع النادي الأهلي، والسبب بسيط جدا جدا، مش محتاجة فقاقة ولا محتاجة ذكاء. النادي الأهلي عارفين حضراتكم السوبر هيتلعب يوم 20 و24. النادي الأهلي عنده لقاء تاريخي، لقاء زعامة، لقاء في بطولة ويؤدي إلى مكاسب مالية وإلى بطولات أخرى داخل البطولة، وهو لقاء يوم 29 بعد تقريبا 5 أيام فقط أو 4 أيام فقط من لقاء نهائي السوبر المصري إذا قدر للنادي الأهلي الوصول إلى المباراة النهائية. لقاء يوم 29 على ملعب القاهرة الدولي أمام بطل آسيا المدجج بالنجوم المحترفين يوم 29 في بطولة الانتر كونتيننتال وبطولة الأفرو آسيوي وبطولة أمريكا الشمالية. حضراتكم عرفتوا إن هيبقى فيه توزيع جوائز ومهرجان داخل المباراة، مباراة على الزعامة، مباراة عربية، مباراة من العيار التقيل. فمهما كانت النتائج في السوبر المصري، أعتقد إن كولر هيبقى برضو موجود، لأن النادي الأهلي ما بيحاسبش بالقطعة. النادي الأهلي دايما بيحاسب بالمجموع وبالرؤية، الرؤية والاستراتيجية، إن هو قدم المطلوب إثباته خلال آخر موسمين وحقق نجاحات كبيرة، ونفس البداية اللي حدثت في الموسم الماضي، خسارة للسوبر الإفريقي ثم نجاحات طوال الموسم مع كولر وللنادي الأهلي. فالنادي الأهلي يا أصدقائي ما بيحاسبش أبدا بالقطعة، ومارسيل كولر لازال لديه رصيد وعنده رصيد يسمح له بالتواجد ويسمح له إنه هو يبقى موجود على رأس القيادة الفنية للجهاز الفني للنادي الأهلي. لكن قمة الإثارة وقمة المتعة وقمة التشويق بلا شك يا أصدقائي هتبقى موجودة ما بين الأربع أبطال اللي موجودين في بطولة السوبر المصري، وعموما كلنا منتظرين. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. جمهور النادي الأهلي ملوش حل، ما بيشبعش، لا بيشبع بطولات ولا بيشبع ولا يمل ولا يكل من الصفقات، خصوصا بعد تصريحات الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ومدير الكرة اللي اسمي الجديد، وجلسته مع كولر واتفاقه انه ممكن يبقى فيه اسم جديد يدعم الشق الامامي للنادي الاهلي، الشق الهجومي، تدعيما لوجود وسام ابو علي وكهربا. وظهر في الايام الاخيرة اسمين معروضين، وما زال كولر يفاضل ما بين الاسمين. سمعنا عن مصطفى سنجاري وسمعنا عن الشيخ سبالي، 2 لعيبة من السنغال. هنبدأ بسنجاري وحلوياته وليموناته ومشكلاته والحاجات دي اللي حضراتكم عارفينها ديت، والكلام الكتير اللي اتكتب عنه. لكن احنا هنتكلم في التفاصيل الفنية، وهنبعد دلوقتي عن الكوميكس والحاجات اللطيفة اللي تناولوها الناس والمتواجدين على السوشيال ميديا. مصطفى سنجاري
لعيب بيلعب في الدوري البلغاري، تحديدا في نادي لوفيسكا صوفيا البلغاري. لعيب لعب 9 لقاءات، سجل 5 أهداف، عنده كفاءة بدنية، لعيب عنده طول فارع 196. بيفكرنا لو حضراتكم تتذكروا بإليو باجي، اللعيب اللي كان ظهر فترة وجيزة أيام موسيماني ثم رحل، ورغم أنه هو تألق بعد كده في الدوري الفرنسي. لكن سنجاري لعيب عنده إمكانيات وقدرات مميز بشكل كبير بالطول الفارع، اللي طبعا بيسهل له حاجات كتير، منها طبعا قدرته على التواجد داخل منطقة ال18 وقدرته على التسجيل بالضربات الرأسية. مش كده وبس، لا ده كمان المتابعين لمصطفى سنجاري اللاعب السنغالي بيقولوا عليه إنه هو كوكتيل، تقدر تقول ما بين كوارشي وإيمانويل فيلافيو واللاعب فيليكس. لعيبة كانت بتمتلك المهارة، بتقدر تلعب بأقدامها، وتقدر أيضا تبقى مميزة في الحوارات الفضائية. وزي ما بقول لحضراتكم، يمكن تميزه إنه هو 196 سنتي تسهل له حاجات كتير. والنادي الأهلي دايما بيعتمد على الكرات العرضية، وبيقدر يوصل من خلال الظهيرين أو الجناحين. لكن معدل الأطوال طول عمره في النادي الأهلي في مشكلة كبيرة تحدث عنها كولر في أكتر من موقف. طيب الشيخ سابالي برضو لعيب سنغالي، لعيب ظهر مع منتخب السنغال في 2023، وهو لاعب مع ميدز الفرنسي في يونيو 2026. مهاجم صريح، وبيلعب أيضا كجناح في الجبهة اليسرى. وحتى الآن هناك مشاهدات ومتابعات ورؤية لكولر في انتظار قراره الأخير، الشيخ سابالي ولا مصطفى سنجاري. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات مسكلاه. ايه رأيكم ان احنا نختم بحاجة جميلة، حاجة لذيذة، حاجة لطيفة؟ وهي بالفعل حاجة جميلة، حاجة مضيئة. الفترة اللي فاتت تابعنا انطلاق كرة القدم النسائية دوري، خصوصا بعد ما الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ألزم كل الأندية في مصر انها تكون فرق لكرة القدم النسائية. وانطلقت النسخة الأولى لبطولة الدوري لكرة القدم النسائية، وفي متابعة وفي نقل لبعض اللقاءات. يمكن واحد من الناس اللي كان عندي شغف ان انا اتابع انطلاقة كرة القدم النسائية. صحيح في تجارب اديلها 12 سنة تقريبا من 2007 لكرة القدم النسائية، ووادي دجلة مكسر الدنيا. وبرضو في هناك بعض الاسماء يمكن بعيدة عن الاسماء التقليدية، الاهلي والزمالك والاسماء اللي حضراتكم عارفينها في عالم كرة القدم المصرية. لكن الدوري ده بدأ بأهلي وزمالك في مباراة افتتاحية تابعناها كلنا، وتابعنا بشكل عام باقي الفرق اللي مشاركة في بطولة الدوري. الصراحة شيء عظمة كبداية، بداية لبناتنا. لعبة كانت بعيدة تماما عن الجانب النسائي، لعبة كلنا كنا شايفين ان العنصر النسائي مش ممكن يقترب منها، او حتى لو اقترب منها مش هيبقى شيء نهتم احنا بيه، او شيء
يعني يدعو ان احنا نتابعه بشغف او نرى فيه الامل ان هو هيتطور. لكن البداية في كرة القدم النسائية بداية رائعة، بداية جيدة، في مجهود، في صفقات، في أداء، حتى وإن كان منخفض بعض الشيء، لكن إذا نظرنا إن دي بداية لكرة القدم النسائية، لا، بداية مبشرة جدا، بداية مبشرة وفرصة ذهبية، فرصة ذهبية لبناتنا. كل واحد، كل ولي أمر عنده بنت شايفة باباها وشايفة اخواتها بيتابعوا الكورة، وممكن كمان تكون هي من جواها بتحب الكورة، ونفس الشغف اللي بيبقى عند الولد الصغير عند البنت ديت، لكن ما كانش ليها فرصة انها تمارس شيء هي بتحبه. وحضراتكم عارفين ان كرة القدم بترتكز على شيئين او حاجتين مهمين. واحد، الشغف، ان يبقى عندك شغف. واتنين، التمرين والاعداد والتثقيف والتأهيل والاستمرار. وده اللي هيبقى موجود في عالم كرة القدم المصرية بالانطلاقة المبشرة، بالانطلاقة الإيجابية اللي احنا كلنا وحضراتكم أكيد تابعتوها وشفتوها في انطلاق كرة القدم النسائية. فرصة كبيرة لكل بناتنا إنهم يظهروا الشغف اللي لديهم. هو في حد ينكر إن مدرجاتنا في المسابقات الرسمية أصبحت بتمتلئ بالعديد من البنات والفتيات اللي عندها شغف وحب وتشجيع كبير، بقى عندها فرصة إنها تمارس وتبقى نجم كبير. وطبعا حضراتكم متابعين الاتحاد الدولي، زي ما في جوائز لكرة القدم للاعبين الرجال، أصبح هناك نفس الجوائز لكرة القدم النسائية. هنحتاج وقت، لكن حلوة البداية وحلوة الانطلاقة، انطلاقة أمل، انطلاقة بتفتح أفق جديدة لبنات أنا شايف إنهم عندهم شغف بشكل كبير، وعندنا مواهب مميزة جدا جدا. صحيح مش كتير، لكن دي بمجرد بداية. ننتظر 3 4 5 سنين وتعالى كلمني على كرة القدم النسائية في مصر، اللي أنا شايف إن الأجيال اللي جاية هتنعم بشيء حلو، شيء جميل، متنفس جديد. وليه لأ ما يبقاش عندنا نجمة كبيرة، نجمة عالمية زي نجومنا الكبار وزي نجمنا الكبير محمد صلاح. فرصة كبيرة وبداية رائعة لكرة القدم النسائية بدون شك. يمكن آخر حاجة في عجالة هتكلم فيها وظهرت في الأيام اللي فاتت هي منتخبات الناشئين. المباريات اللي اتلعبت والبطولات الودية اللي اتلعبت في الاسكندرية لمواليد 2007 بقيادة الكابتن أسامة نبيه، ولقاءات أيضا منتخب مصر لمواليد 2008 بقيادة الكابتن الكبير الكابتن أحمد الكاس، اللقاءات اللي اتلعبت مع تحديدا منتخب روسيا. حاجات كتيرة استوقفتني، حاجات بتقول ان منتخبات الناشئين في خطر. وحضراتكم عارفين التاريخ ان احنا في المراحل السنية ديت يعني نتائجنا مش افضل حال، ولم نحقق فيها اي انجازات، بل دايما مظبوط اخفاقات. شفنا لقاءات مع منتخبات روسيا تحت 2007 و2008، دي اللي تابعتها عن كسب وباهتمام لأنها اتلعب أكتر من لقاء.
الصراحة في فروق. منتخبات روسيا متجمعة أديلها 3 سنوات، منتخباتنا لسه بتقول يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم، رغم ان احنا مقبلين على منافسات في منتهى الأهمية. طب هل هناك فروق فردية؟ نعم، هناك فروق فردية واضحة ما بين لاعبي منتخب روسيا ولاعبي منتخب مصر. عندنا لعيبة مميزة، عندنا لعيبة مميزة، ما المهارة موجودة، المهارة طول عمرها موجودة في اللاعب المصري، لكن الأداء الجماعي، التناغم، الفكرة، الانتشار، الحلاوة في الأداء والسهولة، الثبات داخل البساط، كلها أشياء شفناها بوضوح في أداء منتخب روسيا، وشفناها مفقودة في أداء منتخبات مصر للناشئين وللشباب. ويمكن أكتر الحاجات الغريبة جدا جدا وتطرح مليون علامة استفهام، اللقاءات دي كانت بتتلعب في الإسكندرية. تتخيلوا حضراتكم إن الحضور للجالية الروسية كان أكتر من الحضور للجماهير المصرية؟ مفيش اهتمام، رغم إن دول منتخب مصر، دول الأمل، دول الشباب، دول اللي هيطلعوا نجوم للأمام، دول اللي احنا بنعول عليهم تطوير كرة القدم المصرية. إذا ما كناش مهتمين بيهم من دلوقتي، أنا مش بتكلم على دوري الجمهورية ولا دوري المناطق، أنا بتكلم على منتخب مصر لمواليد 2007 2008 اللي المفروض سنة أو 2 ويبقوا كلهم نجوم في كرة القدم المصرية في السن المثالي، السن اللي يخليك تفجر الطاقات. مش هتكلم على يمين لمال، ومش هتكلم على الأسماء اللي حضراتكم بتشوفوها في كرة القدم العالمية وأعمارهم، لكن أنا بتكلم على الاهتمام. لازم نهتم شوية. حضراتكم شفتوا حد كتب سطرين على منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين 2007 و2008 في أي جريدة أو حتى في صفحات السوشيال ميديا؟ يمكن كل الكلام كان على المواضيع اللي احنا تناولناها النهاردة في القطايف واللطايف: حسام، زيزو، موريتانيا، محمد صلاح ما راحش، محمد صلاح ما جاش، مصطفى مش هيروح، الأهلي والزمالك، السوبر المصري، هنتعاقد مع مين مشي، مين أكبر قلعة. لكن مستقبل مصر مفيش عنه كلام. في الأخير بشكركم على حسن المتابعة، على أمل إن شاء الله إن احنا نتقابل في حلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات